مثل هذه الصورة الجميلة، مثل هذه الصورة. انتم طبعا تعرفوا هذا اللغط من زمان من زمان من زمان. انا حتى وعدنا في اليمن كنت هكذا، كانوا يقولون لنا انه في ركوع وفي سجود وفي كذا. الموضوع قديم انا عارف، لكنني عندما ابين لكم الوجه الاخر ستجدوا انكم امام تناقض ما بعده تناقض، ما بعده تناقض في مسألة انه الانحناء والتقبيل وكيف تقبلون اليد. وطبعا هذا الكلام شرحنا وشرحه الناس، أنه عندنا نقبل الرأس ونقبل الكتف ونقبل اليد لمن هو أكبر منا ولمن نحبه أو لمن نقدره. دي مشاعر إنسانية طبيعية لا علاقة لها لا بالنكر والنكنيف، لا علاقة لها أبدا. ثم أنكم أصلا في تاريخكم، ويعني أنا مقاطع كثيرة بس ما نحبش نجرحكم، يعني في الجزائري لأنه منح بيتا سجد والله العظيم أنه سجد قدام الجماعة وباغي يقبل أحذيتهم ومنع. ولكم أنتم أصلا موجود لسيدات جزائريات وجزائريين يقبلون أيدي رؤساء فرنسيين. يعني هذا موضوع سبق وتكلمنا فيه، ما هوش موضوعي الآن. لكنني عندما أبرز لكم الوجه الآخر وحجم التناقض الذي يقعون فيه، تحسوا بالتوهان والبوصلة الضائعة الذي يعانوا منها هؤلاء الناس، وكيف أنهم يكيلون بمكيالين ويأخذون النقيض الشيء ونقيضه في نفس اللحظة ويتبنوا في نفس الشيء. قبل ما أدخل في التناقضات دعوني أتكلم على هذا الشاب. هذا الشاب المغربي ولي العهد. سبحان الله يا أخوان الكرام، كل مناسبة وفي كل عيد وفي كل فعالية يخرج فيها مع أبيه يبرز مسألة لا يبرز ولي العهد. أنتوا لو تلاحظوا أنه علاقة هذا ولي العهد مولاي الحسن بأبيه ليست علاقة الملك بولي عهده. هذه طبعا إخوان المغاربة اسمحوا لي أني أتطفل على واحدة من خصوصياتكم، وإنما أنا هذا تحليلي الشخصي. إن كان سليما فهو فمن الله، فإننا غلط راجعوني يا إخوان المغاربة، ما فيش حاجة. أنا لا ألاحظ ولي عهد، ألاحظ الابن. لاحظوا أنه مشاعر البنوة، علاقة الابن بأبيه أكثر من علاقة الملك بولي عهده. لو تلاحظوا مثلا احنا شفنا ملوك وشفنا رؤساء وشفنا أبنائهم جنبهم لا يتم التعامل هكذا بهذا تغيب صفة ولي العهد. الولد ينسى نفسه وينسى منصبه ويتعامل كابن. يعني مشاعر البنوة، مشاعر البنوة الأبوة، مشاعر الابن لأبيه هي التي تبرز أكثر. طبعا اللقطات أكثر من أن تحصى. ورغم أنه هذا الملك لديه حاشية عنده مختصين يراقبونه من بعيد، إن احتاج شيئا، إن تعثر في جلسته أو أراد أن يقوم، عنده ناس عيونهم عليه. لكن هذا الابن يتعامل وكأنه مع أبيه لوحده. لا أقول أنه مثلا يتجاهل البروتوكول لا، هو أصلا بيتعامل بعاطفة الابن لأبيه. بتنتهي كل المعاني، يعني تذهب كل شيء، تذهب مسألة ولي عهد وتذهب مسألة الناس اللي حوالي الملك الذين هم عندهم مثلا تعليمات، يعني شغلتهم انه ياخذ الكرسي ويرجع الكرسي، شغلتهم يظلوا مراقبين للملك وهو يتحرك، يعني وهو يمشي، يراقبوا اي خطأ يعالجه في نفس اللحظة. هذا الابن كأنه متحمل كل شيء، هو الذي ينظر، هو الذي يرى، هو الذي يقول للحارس تأخر، هو الذي يقول للحارس الشخصي تقدم. عنده لقطات كثيرة أكثر من أن تحصى، والمغاربة كلهم تعرفونها. مدقق قايم بشغله كابن،
كابن، ولا مثلا مثله هو يقعد ترناح عادي، كما نرى أبناء الملوك أو أبناء الرؤساء يجلس جنب أبوه عادي ما يتحرك كأنه واحد غريب. لكن العاطفة الذي في هذا الولد، في هذا الشاب، في ولي العهد مولاي الحسن عجيبة يا أخي، والله العظيم لا عجيبة. قبل أن يكون ملكا للبلاد وقبل أي بعد سياسي وأي دبلوماسي، بعد إنساني. أنا أعتقد من أكثر الدروس في بر الوالدين، والله لو تأخذوا ما قيل من العلماء في المغرب كلهم وتضعوه في كفة، وتضعوا تصرف هذا الابن البار بأبيه في كفة، لوجدتم أنه هذا الولد أثر في المغاربة في مسألة العطف والحنان بالأب وهكذا أكثر من أي عالم آخر، أقسم لكم بالله. عامل إنساني فظيع، ابن يتعامل مع أبيه، مركز على كل شيء، مركز على كل، حامل هم، ودائما عينه على أبيه، هو جنب أبيه كل شوية يلمحه، كل شوية يلمحه، لا يمرض، لا يحصل له شيء، لا يفعل. وهذا الأمر يا أخوان الكرام أنا حبيت أني أسلط الضوء عليه من ناحية إنسانية بحتة، بعيدا عن الرسميات، بعيدا عن كل شيء. شوف الصورة هذه مع خلفية الزليج، الله أقسم لكم بالله. مع شوفوا الناس هذولك الحاشية كلهم يعني ينتظرون أي مساعدة أو أي طلب من الملك يلبوا على جناح السرعة يعملوا، لكن هذا الولد بيدير كل شيء بنفسه. وهنا تقريبا يوم العيد وهو يقبل أباه أو يقبل يد أبيه بشكل يوحي بالتربية وبالأخلاق، ويوحي أيضا بمسألة الجانب العاطفي في الموضوع، الجانب العاطفي. أنا أعتقد هذا مثال لكل ابن مغربي كيف يتعامل مع أبوه ومع أمه، هكذا كما يتعامل هذا الولد، وهو ولي عهد، ولي عهد ورؤوف بأبيه، رحمة في قلب عيون الولد. شوفوا هذا، شوفوا هذا اللقطات، شوف ما أنا جمعت لكم شوية لقطات شوفوها بس تلاحظوا الطريقة كيف يتعامل الله شوف كيف بيعطيه المسبحة، الطريقة ممكن يعملها لها هكذا، لكن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شوفوا اللقطات التي ممكن يعني ما يمكنش تلاقوها مع ملك وولي عهده أبدا. لاحظوا هنا يا إخوان الكرام، هذا أعتقد في آخر صلاة للعيد. أيضا مولاي رشيد نفس الشيء، مولاي رشيد هو كبير، يعني كبير وهو أخوه، نفس الرأفة ونفس الرحمة ونفس كل شيء، لكن هذا الشاب الصغير هو الذي يخطف الأنظار مباشرة. شوفوا هنا، شوف كيف لمح النبوه، حرك يده، يعني الكرسي مو مستوي أو شيء ولمح مباشرة. لا شوف لاحظ، لمح كل شيء، كل شيء مراقب، الوليد مراقب، حاضي والده في كل شيء. حرك الملك يده هنا، ما أدري كأنه يحرك الكرسي أو في شيء، والولد لمح الموضوع. شوف رجع شوية، لاحظوا النظرات، لاحظوا النظرات. دائما هذا النظرة، دائما عين على أبوه، ونظرة فيها معاني من الرحمة والشفقة، ما والله العظيم فيها جانب عاطفي مذهل 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 مذهل. يا أخي عمره كم؟ 20 سنة يا أخي، والله اللي في عمره هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تقولوا ضربنا عين، سابق عمره ب20 سنة، هذا تصرف تصرفات واحد عمره 40 سنة. شوفوا النظرات إلى أبيه دائما، والملك الله يشفيه ويعافيه مريض كأنه يتألم معه، كأنه يتعب من تعبه. لاحظ شوف كيف دائما ينظر إليه، دائما حاضي. وأيضا مولاي رشيد نفس الشيء، عيونهم عليه، عيونهم عليه، لاحظوا الله أكبر. يعني هذا الجانب العاطفي عجيب عجيب يا أخوان، والله لا عجيب. شوف
شوف كل لحظة لازم ينظر، لازم ينظر. يا الله يا الله يا الله. أي أسألكم بالله شوفوا نظرة الولد، رغم صغر سنه لكن كمية من الحنان وكمية من الرحمة له لأبيه في قلب هذا الولد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله العظيم ما نقول لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله 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 الله. والله رأينا بروتوكولات ورأينا وأولياء عهد يجلس هاناك والله ما هو داري إيش في أبوه، حتى إذا أبوه مرض ولا خايف يعني. لا إله إلا الله. والله إنها صورة مؤثرة، أقسم لكم بالله العظيم. دائما أنا لما تأتي مناسبة عيني على ولي العهد والله عيني على مولاي الحسن، عيني عليه دائما أشوفه. والله مرة في لقطة يا أخوان الكرام والملك يمشي، الزاوية ديال السجادة الزربية ارتفعت شوية كذا، كأنه كاد أن يتعثر فيها الملك. إذا ارتفعت الزربية شوية راح عملها كذا برجله ولي العهد، حطها برجله وسلك الطريق. شوف حتى مسألة الزربية أن ينحنت شوية. مراقب وناسي البروتوكول وناسي أنه ولي عهد وناسي كل شيء. هو هنا ابن بيخرج في البروتوكولات كلها على إيه؟ أنه ابن مع أبيه. صفة الرحمة، صفة البنوة، صفة الأبوة، صفة الطاعة، صفة البر هي التي بتبرز. رغم أنه ربما بروتوكوليا سيقول لك هذا الكلام كلها ليست من البروتوكول. ما أنت المفترض توقف جنب أبوك وخلاص. لا، الرجل ما بيتعامل بالرحمة التي في قلبه على أبي. شوفوا هذا اللقطة لوحدها يعني العاطفة التي بينه وبين أبيه، هذه حاجة ينبغي أنه يتوقف عندها الناس، توقف عندها بشكل كبير جدا. شوف ملامح الملك شفاه الله، واضح عليه علامات المرض. وشوف ملامح الابن وهو ينظر إلى أبيه المتعب والمرهق. حاجة من بعيدا عن أي جانب سياسي، بعيدا عن أي بروتوكول ملكي، بعيدا عن أي سياسة دبلوماسية وملك وولي عهد، بعيد عن هذه الاعتبارات كل الجانب الإنساني وجانب البنوة. الابن مع أبيه، الرجل بيتعامل أنا ابني وهذا أبي. لا إله إلا الله، سبحان الله. الله يا إخواني يهني البلاد والعباد بهذا الشاب الرائع، بهذا الشاب المؤدب محنك. كم عمره يا أخوان المغاربة؟ قولوا لي في التعليقات أمانة كم عمره دابا؟ 25 بلغ 25. قولوا لي كم عمره بالله. كم عمره؟ لا مش 21. لا مو 21، يا 23 يا 24 25. من مواليد كم هو؟ لا مو 22، أنا أعتقد أكثر. لا 24 25 24. والله أعلم أنه 24، ربما 23. 23 هتلاقيهم في الشارع 23. أو في جتني الواتساب يقولوا لي 23. صغير على هذه المعاني، صغير بالزاف. من مواليد 2003 ما شاء الله. خلاص أنا قد بيقولوا لي المغاربة قلب الصورة. حاضر أنا عارف أنها مؤثرة بصراحة، مؤثرة بالزاف وقوية، لكن فيها دروس. الذي عاد أبوه معه يستفيد من هذا الدرس الأمانة. نسأل الله أن يوفقه. هذا الذي نقول لكم يا أخواننا في المغرب، نسأل الله أن يوفقه وأن يعطيه صح. وملككم نسأل الله له الشفاء ولجميع مرضى المسلمين.
اللهم آمين. لقطات كثير طبعا، كثيرة بزاف يا أخوة الكرام، إنما أنا اخترت لكم بعض النماذج، أما هي فهي أكثر من أن تحصى. مسألة الكرسي هذه معروفة كيف يأخذه، عنده عسكري، شوف العسكري ورا الملك، لكن هذه حق الكرسي لازم هو يأخذ الكرسي لأبوه ويرجع الكرسي لأبيه.